مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. أثار الإعلامي نوفل الورتاني جدلا واسعا خلال بث مباشر من برنامجه الإذاعي على موجات إذاعة موزايك، وذلك بعد زلة لسان وضعته في موقف محرج أمام الجمهور. وخلال حديثه عن واقع التنمية في مدينة طبرقة، تطرق الورتاني إلى ما وصفه بعجز الدولة عن تطوير هذه المنطقة ذات الطبيعة الخلابة، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا من صور جميلة من معسكر النادي الأهلي المصري الذي أقيم هناك. واعتبر الورتاني أن الدولة غير قادرة على بناء مطار في طبرقة نظرا لتكلفته الباهظة، داعيا المسؤولين إلى التركيز على تشييد الفنادق عوضا عن ذلك. إلا أن المفارقة كانت في أن طبرقة تمتلك فعلا مطارا دوليا معروفا تم تشييده سنة 1992، بالإضافة إلى كونها تحتوي على منطقة سياحية متكاملة تضم عددا من النزل والوحدات الفندقية. الصحفي محمد اليوسفي سارع إلى التعليق على هذا التصريح، موضحا أن الخطأ لا يتحمله الورتاني وحده، بل تتحمله الدولة التي همشت لسنوات طويلة المطارات الداخلية مثل مطارات صفاقس وتوزر وطبرقة، مما جعلها شبه مغلقة أو محدودة الاستعمال. وقال اليوسفي: الذنب ليس ذنب نوفل الورتاني لعدم معرفته بوجود مطار في طبرقة، الذنب ذنب الدولة التي حولت مطارا جميلا كهذا إلى مجرد فضاء أمني مهمته الأساسية استقبال أبنائنا المرحلين قسريا من أوروبا وخاصة من إيطاليا، بدلا من استغلاله في تنشيط السياحة واستقبال الزوار والتونسيين المقيمين بالخارج. الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إعادة اعتبار للبنية التحتية السياحية في المناطق الداخلية، والتي تظل رغم إمكاناتها الكبيرة رهين التهميش الإداري واللامبالاة السياسية.